عمرك سألت نفسك ازاي تجيب داتا من اكتر من جدول في نفس الوقت؟ طب لو عندك جدول موظفين وجدول اقسام، ازاي تعرف كل موظف شغال في انهي قسم بالظبط؟ طب عارف ايه الفرق ما بين الانر جوين والجوين العادية؟ كل ده هتعرفه اكتر في الفيديو ده. في الغالب يعني انت بتحتاج تربط ما بين جدولين او اكتر على حسب احتياجك. يعني عندك مثلا الديبارتمنت والكاستمر او الكاستمر والاوردر، هما دول اكتر examples مشهورة او اكتر examples بنستخدمها. طيب انا عايز اربط ما بينهم، هعمل ايه؟ هنا هستخدم الجوين، وهي دي محتوى الفيديو اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده. هي المسؤولة عن ربط الجداول او التيبلز ببعضها. مش عايز اطول عليك اكتر من كده في الكلام، فيلا بينا نروح على ماي سيكوال نشوف ايه التوبكس او المواضيع اللي هنتكلم عنها. تمام. مبدئيا او بشكل اساسي، اول نقطه هي السنتكس، لازم تكون عارفها، دي اساسيه. تاني نقطه ازاي تعمل الايزنج. طب ايه هو الالايزنج ده؟ مجرد نقدر نقول اختصار، بدل ما بتكتب كلمه بتكتب حرف، او ممكن نقول بيخلي الكود مور ريدبل، اكثر قابليه للقراءه. طيب، النقطه الثالثه بيقول لك ان انت هتستخدم الجوين مع الوير كلوز. عاديه طبيعي اصلا ان انت تستخدم وير كونديشن مع الكلوز مع الجوين. طب النقطة الرابعة بيقول لك إن أنت تقدر تستخدم الجوين مع مالتيبل تيبلز، يعني تقدر تحط أكتر من جوين ما بين أكتر من تيبل. طب النقطة الخامسة وأهم نقطة هي الأنواع الجوين. عندك أو هندرس 6 أنواع مع بعضينا. أول نوع الانر، تاني نوع الليفت، الرايت، الاوتر، السيلف، كمان الكروس. بيس. هو ده يعتبر محتوى الجوين باختصار. بس هل هندرس ده كله في الفيديو ده؟ لا، عايز اقول لك لا، مش هندرس ده كله في خلال الفيديو. انا عايز اسهلها لك خالص. انت عارف ايه الفرق ما بين الليفت والرايت؟ عارف؟ عايز اقول لك ان هو فرق، بس ان انت عكست الكلمه مش اكتر، يعني خليت ليفت خليتها رايت، او رايت خليته ليفت. يعني انت بتدرس كونسبت واحد وبتعكسه، يعني انت كده وفرت على نفسك نقطه. يعني كده لحد دلوقتي معاك ايه بالنسبه للتايبس؟ معاك الانر والليفت والفول اوتر. طب اقول لك على حاجه تاني كمان. انت عارف ان الفول اوتر اصلا مش مدعوم في ماي سيكوال؟ طب انت شايفه لي ليه هستخدمه هعمل بيه؟ لا، انت خليك ناصح. هتعمل الليفت والرايت وتعمل ما بينهم يونيون، اتحاد. لسه مش فاهم، هنفهم مع بعض كده. احنا طيرنا واحده تاني كمان، يعني كده طيرنا نوعين. يعني كده عايزك تركز معايا بس في الانر جوين وكمان الليفت جوين. موضوع الرايت عكس الليفت، الفول هو الليفت والرايت. فهمت الليفت كأنك فهمت الرايت، كأنك فهمت الفول اوتر. كمان اقول لك نقطة تاني، انا بالنسبة لنقطة 4 فموضوع ان انا اسجلها في الفيديو ده هتاخد وقت طويل صراحة، يعني عشان اكون صريح معاك وواضح، فلا، انا هستثنيها في الفيديو ده. ممكن نعملها فيديو تاني لان محتاجة مجهود ذهني شوية. فخلينا نبدأ. قبل ما ابدأ معاك بالسنتكس لازم اوضح لك نوع الانر جوين عشان اشتغل عليه على طول، وكده بوفرت عليك نوع، جات لك نوع تاني الليفت. تمام. طيب، يلا بينا. مبدئيا انا هفترض ان انت مثلا عندك شويه كاستمرز، او تعالى مثلا نشتغل على نفس اللي احنا شغالين عليه. امبلوي وديبارتمنت، ادي مثلا امبلوي واحد، ثانيه، ادي امبلوي واحد، ادي امبلوي اتنين، ادي امبلوي تلاتة، ادي امبلوي اربعة، ادي امبلوي خمسة. تمام. وادي ديبارتمنت واحد، ديبارتمنت اتنين، ديبارتمنت تلاتة. مثلا الامبلوي واحد شغال في ديبارتمنت واحد، اتنين شغال في اتنين، تلاتة شغال في واحد، اتنين شغال في واحد، معلش، تلاتة شغال في واحد، أربعة شغال في اتنين. بس مفيش حاجة تاني. تمام. الانر جوين بياخد حاجات مشتركة، يعني في اشتراك، في ترابط ما بين الاتنين تيبلز. يعني مثلا هنا في ترابط الواحد والواحد والاتنين والواحد والتلاتة والواحد، دول هيظهروا. الأربعة والاتنين هيظهروا برضو. طب هل الخمسة هتظهر؟ لا. ليه؟ هل الخمسة مشتركة مع أي حاجة من التيبل التاني؟ لا. طب هل التلاتة هتظهر؟ لا. ليه؟ هل التلاتة مرتبطة مع حاجة من التيبل التاني اللي هو بتاع الامبلوي؟ لا. فبكل اختصار بالنسبة للمثال اللي قدامك ده، ايه اللي هيظهر لي؟ الواحد والواحد والاثنين والواحد والثلاثة والواحد والأربعة والاثنين. بكل تأكيد لازم يكون في عمود مشترك ما بينهم. يعني ايه بالنسبة لده؟ ايه العمود المشترك؟ تعال نفكر واحدة واحدة. مبدئيا هنا في ريليشن ايه 1 to many. ليه؟ الديبارتمنت ممكن يشتغل فيه اكتر من امبلوي، بس الامبلوي في ديبارتمنت واحد. مش ده كلام مظبوط؟ طيب تعال نفكر مين اللي هيكون الفورين كي. الفورين كي هو العمود المشترك. طب مين؟ هروح لل1. ال1 هنا هو الديبارتمنت. طب مين اللي هيكون فيه برايمري كي عشان اخليه فورين كي؟ هو الاي دي بتاع الديبارتمنت. وضحت؟ يبقى لازم يكون ما بين الاثنين تيبل دول الديبارتمنت اي دي رابط بينهم. تعال نشوف.
اول حاجه انا هروح عادي، انا هعمل اتنين تيبلز، تيبل اسمه ديبارتمنت وتيبل امبلوي، وادي الديبارتمنت اي دي موجود في الاثنين، ادي الاي دي في التيبل الاساسي ديبارتمنت، وادي هو الديبارتمنت اي دي كفورين كي. بس انا ما عملتلوش كونسترين، صح؟ مش لازم اعمل كونسترينز كفورين كي، اهم حاجه ان انت تبقى عارف ان هو يعني الربط ما بينهم. طيب عملت انسيرت للداتا، شويه داتا اهو في الديبارتمنت والامبلوي، شويه داتا كده ما علينا يعني. تعال نرن الكود كله، او كده كده هيترن كله بالطريقه دي، رن كله ومفيش اي رونج والحمد لله. طيب تعالى نبدا بقى نشرح السنتكس. اول حاجه وابسط حاجه فركز معايا. مبدئيا هي سيلكت عاديه، يعني ما تصعبش الموضوع على نفسك. اهو سيلكت، ماذا بعد؟ انا عايز كل الكولومز استرك فروم اسم التيبل اللي انا عايزه اللي هو امبلوي. طب بعدين هكتب بقى الجوين، ركز معايا وحياتك ركز، الجوين اسم التيبل التاني اللي هو اسمه ايه هنا؟ ديبارتمنت. تمام، ثانية واحدة، اهو ديبارتمنت. تمام. طيب بعدين بقول اون، هنا انا بحط على اساسها الكونديشن. انا قلت لك الكونديشن هنا العمود المشترك ما بينهم اللي هو هنا ايه؟ هنا الاي دي بالنسبه للتيبل اللي اسمه ديبارتمنت، وهنا الديبارتمنت اي دي بالنسبه للتيبل اللي اسمه امبلوي. تمام، تعالى ناخد دي كوبي كده اهو. هكتب ايه؟ هكتب اسم التيبل عادي اللي هو كان اسمه امبلوي دوت ديبارتمنت اي دي، بعدين ايكوال التيبل التاني اللي هو كان اسمه ديبارتمنت. ديبارتمنت ايه ده؟ ديبارتمنت ايكوال، او لا دوت اي دي. تمام، يعني انا خدت كاني خدت الاثنين كولومز دول وربطت ما بين الاي دي والديبارتمنت. دي فكره الاون كونديشن، واضحه لحد دلوقتي؟ وادي سيمي كولون. تفتكر بقى لو رنيت ايه اللي هيحصل بالنسبه للداتا اللي انا دخلتها دي؟ تعال نشوفها. مبدئيا انت عندك واحد، ادي الاوردر، ادي الديبارتمنت اي دي، الواحد موجود فعلا واحد، الاثنين موجود، النل مش موجود، فده معناه ان ده مش هيظهر، يعني كانه مش عامل ريليشن، مش عامل، مفيش حاجه مشتركه ما بينه هو والديبارتمنت، ما بينه هو والتيبل التاني. طب ده في خمسه، هل خمسه موجوده هنا؟ لا مش موجوده، فهو مش مربوط، فاهم؟ يبقى ده مش هيظهر كمان. الاثنين موجوده. طيب ثلاثة وأربعة ما ظهروش، يعني ما فيش أي حاجة مشتركة معاهم هنا، هل هيظهروا؟ لا يستحيل إن تلاقيهم ظهروا. تعال نرن ونشوف الموضوع ده هيحصل إزاي. أهو ده رنيت وزي الفل خالص، ظهر 101 102. 3 و4 مش هيظهر لأن واحد كان نل وواحد كان خمسة ومش موجود برضه. تمام. لو لاحظت كمان إن ما ظهرش الماركتنج والفاينانس اللي هو 3 و4، ظهر واحد واتنين بس، الاتش ار والاي تي. واضحة لحد دلوقتي؟ حلو، يعني أتمنى تكون مفهومة وسهلة وبسيطة عليكم يا رب. طيب تعالى ننتقل للجزء الثاني اللي هو ان انت تعمل الايزنج. ايه هي الايزنج؟ قلت لك اختصارات، يعني بدل ما تكتب امبلوي كده كلها لا حرف الاي، بدل الديبارتمنت لا حرف الدي. طب دي هتعملها ازاي؟ زي ما عملنا كده، بس قدام مثلا اسم التيبل تكتب از الاسم اللي انت عايز تسميه حرف الاي مثلا، هنا مثلا از حرف الدي. هل في اي مشكله لو رننا الكود؟ لا مفيش اي مشكله. تعال نرن ونشوف عادي، هتلاقيها نفس النتيجه، هي ما اتغيرتش اصلا. طيب هل كنت تعرف مثلا ان انا ينفع اشيل الاز عادي اهو؟ تتوقع في اي ايرور؟ لا مفيش اي ايرور. تعال نرن ونشوف الموضوع ده. هو اشتغل معايا وسليم 100%. تعالى بقى للنقطة التالتة اللي هي كانت ايه؟ الجوين مع الوير كلوز. انا مثلا دلوقتي عايزك تظهر لي مثلا الاي دي بتاعهم اكبر من 3، يبقى عادي وير مثلا اي دي اكبر من 3. هل صعبة؟ ايه الصعب اللي فيها؟ مفيش اي حاجة صعبة، صح؟ عادي، انت بتحط وير وبعدين كونديشن، الموضوع سهل بسيط ايزي خالص. تعال نرن. طيب عارف ايه المشكلة لما رنته او ايه الغلط بالظبط؟ حتة الاي دي. تمام. تعالى بس نرجع للتسمية بتاعته نشوف متسمي ايه. امبلوي اسمه اي دي، بس الفكرة ان انا لازم احط له الالايزنج اللي هو حرف الاي، اي دوت. تعال نرن ونشوف هل في اي رونج ولا مظبوط. تمام، اشتغل معايا وزي الفل، وهو نفس النتيجة. بس انا قلت له المفروض قلت له اي دي اكبر من 3، خليها اكبر من 103 معلش، 103 عشان يظهر لي الخمسة بس في الحالة دي. اهو تمام، ظهر لي 105 بالظبط، لان هي الوحيده المظبوطه، لان 104 يعني فوق 103 عندك 104 من 5. 104 كانت مرتبطه بخمسه، يعني لو رجعنا هنا لو شايف 104 مرتبط بخمسه،
هل 5 دي موجودة عندي أصلا؟ لا فمش هتصح. 5 إنما 105 مرتبطة باتنين، اتنين موجودة اللي هي الأي تي، عشان كده إيه اللي حصل؟ هي ظهرت. طيب قلت لك أنا بالنسبة لنقطة 4 لا يعني هأجلها الفيديو تاني، وإن شاء الله يعني نحاول نوضحها فيه. حابب أقول لك إن شاء الله طبعا هحاول أنزل فيديو هيكون كله حل أسئلة على الجوين، يعني قبل العملي كده إن شاء الله، فأتمنى إن أنت تشوفه ان شاء الله. يعني يمكن في فتره او في وقت برضو هنشوف مجموعه من الاسئله ونحلها، مجموعه اسئله نظري كده نحلها فيديو وننزلها، بحيث ان برضو تكون لميت كل الافكار عن الجوين، وان شاء الله يعني تضمن العملي وكمان تضمن جزء من الفاينل اللي هو على الجوين. طيب ندخل النقطه اللي بعديها اللي هي نقطه رقم 5 اللي بيتكلم عن الانواع. انا خلاص شرحت لك الانر جوين. هتقول لي يا عم انت كاتب جوين مش كاتب يا ابني مش لسه جاي لك ان الانر جوين هي الجوين؟ ايوه هي. طب تعال نشوف الاوت وتباك، تعال نمسح دي خلاص مش عايز الويب اهو. تعال نشغلها كده في السلكت اهو، عشان اوريك بس ان مفيش فرق ما بينهم. او اكتب انر، فاكر الاوتبوت اللي قدامك ده اهو، هل في فرق قدامك؟ مفيش ادنى فرق. تمام، يبقى احنا كده شرحنا الان. تعال بقى نروح للليفت، تعال نوضحها لك على الرسمه برضه. فكره الليفت باختصار ان هي هتجيب لي كل ليفت. يعني ايه كل ليفت؟ ايه ليفت ده يا عم؟ بص تخيل ان انت الشكل معايا كده اهو، ادي الانر جوين خليتها كده، خليت ده ليفت. فين الليفت ليه بالظبط؟ هل الامبلوي هو الليفت بتاعه ولا الديبارتمنت؟ اكيد الليفت هو الامبلوي. يبقى ايه؟ يبقى انا هاخد الامبلوي كل الداتا اللي فيه. تمام، يعني ايه لسه مش فاهم برضه؟ يبقى انا هاخد كل القيم دي من 1 لحد 5. طب هتقول لي 5 ده مش مرتبط مثلا بحاجه، هعمل ايه؟ هحط القيم اللي قدامه بنار. ده بالنسبه للمثال ده. طب في المثال التاني كان عندك ايه اللي مش مرتبط بالنسبه للاول؟ كان عندك مثلا 100 وتقريبا 103، وعندك كمان 104، مش ده كلام مظبوط؟ كان ده مرتبط بنال، ادي النال، وده كان مرتبط ب5 اللي هي ملهاش وجود في التيبل تاني. طب فهيروح يعمل ليه؟ يروح عند كل الحاجات بتاعت التيبل التاني اللي هو الديبارتمنت مش عند اي دي، وكمان عندك ايه تاني؟ عندك نيم، ادي حرف الان اختصار للنيم، يروح يكتب لي نل. تمام، يبقى هنا نل، ادي ان نل نل نل. واضحه؟ يعني عادي هنا مثلا لو افترضنا ان الواحد ده كان مرتبط بواحد باي دي واحد، وافترضنا ان الواحد ده هو الاتش ار، يبقى عادي بيجيب بيانات الاتش ار، يكتب مثلا ادي واحد وادي الاتش ار. انما هنا في المثال لا، هو مرتبط معمول بنال يعني مش مرتبط بحاجه، فاكتب هنا نل وهنا نل. وده مرتبط ب5 اللي مش موجوده اصلا، فاكتب نل ونل. تمام. طيب ممكن تكون لسه مش فاهم، تعال نتست ونشوف هيحصل ايه بالظبط بالنسبه للاكزامبل. تعال نرجع برضو للاكزامبل تاني. هنا ايه قلت لك 3 هيبقى الامبلوي صح، نتاكد بس الليفت بتاعها قلنا الامبلوي. عندك ايه؟ عندك 104 و103 مش مرتبطين، ده بنل وده ب5، و5 مش موجود اصلا في التيبل الاساسي. فاللي هيحصل كالتالي، المفروض ان انا عامل كل الاتريبيوتس تظهر صح، يبقى في اتريبيوت اسمه اي دي ونيم، وكمان اي دي نيم وديبارتمنت. هيجي هنا عند الاي دي بتاع الديبارتمنت بالنسبه لتلاتة واربع ويحط نل، وكذلك النيم يحط نل. نشوف، تعال نرن ونشوف الموضوع ده هيحصل ازاي. ادي السلكتايه يا باشا ورن. شايف اللي حصل؟ جابهم لي كله صح. ادي 1 و2 و3، 3 كان قدامه نل مرتبط معمول مع نل، 4 مرتبط ب5 اللي هي مش موجودة أصلا، إنما 105 مرتبط عادي ب2. طيب قلت لك إن هيبقى كل القيم بتاعة الفاليوز بتاعة الاتريبيوتس بنل أهو، فعلا نل وادي نل ونل، وادي نفس اللي رسمته معاك هنا اللي كنت بدور لك، ادي ان وادي ان اللي هو كانت نل. بيس وضحت لك؟ تعالى نعكسها ايه رايت. تمام كده ادينا خلصنا كمان النقطة اللي رقم 8. شايف البساطة، شايف السلاسة، شايف السهولة؟ ما تصعبش حاجة على نفسك، الموضوع سهل وبسيط ومفيش أبسط منه. تمام. طيب نرجع ونشوف على الرسمة بتاعتنا. تعالى نشيل ده، أنا مش محتاج الشخبيط بس عشان تبقى الدنيا واضحة لك فهمني أنا بقول إيه. بص أنا دلوقتي كان مرتبط معايا الواحد والاتنين، تلاتة مش مرتبط. إيه اللي هيحصل؟ يبقى أول حاجة هيرجع لي كل القيم اللي في الرايت اللي هي كانت في الديبارتمنت اللي هي 1 و2 و3. تمام، هيجي عند ال3 ويعمل ايه؟ يروح كاتب طبعا في الامبلوي كان في اي دي، كان في نيم،
وكان في ايه تاني، اللي هو الاي دي ديبارتمنت. تمام، يعني ادي الديبارتمنت الاي دي بتاعته، فكله هيبقى نل. واضحه؟ يعني هنا يحط التلاته دي نل نل نل، ويروح كاتب رقم 3. ورقم 3 ده كان مثلا، شوف على حسب 3 ايه الداتا بتاعته يعني. واضحة؟ طب تعال نطبقها برضو على المثال. يعني هنا عندك ايه؟ فيعني تعال نشوف مع بعضينا بالنسبة للرايت. تمام، انا دلوقتي الرايت هو هيكون الديبارتمنت اهو. طب عرفت ازاي؟ اهو الرايت بالنسبة يمينه الديبارتمنت. طيب عندك اهو ده كله هينزل اتش ار، وكمان اي تي والماركتنج والفاينانس. تمام، بس عندك التلاتة والاربعة مش متوصلين بحاجة هنا، فاهم؟ مفيش تلاتة واربعة، هيعمل ايه؟ المفروض قدام انت، المفروض ان انت عندك كام اتريبيوت في التيبل؟ عندك واحد اتنين بالنسبة للطباعة، يعني موضوع الطباعة، يعني شايف ان عندك كام طباعة؟ هنا عندك خمسة، ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تعال نرجع تاني. المفروض هيطبع لك الحاجات المرتبطة، يعني المفروض ان هو يعني مثلا هنا في الواحد اللي هو اتش ار هيطبع ايه؟ الحاجات المرتبطة للواحد اللي هو احمد و101. مش ده كلام مظبوط؟ طب بالنسبة للفاينانس مش موجود، فهيحط مثلا يحط نل نل نل. تعال نشوف بالنسبة طبعا للفاينانس والماركتنج. تعال نرن ونشوف الموضوع ده هيحصل ازاي. اهو رن. اهو شايف الماركتنج والفاينانس حط قدام كلهم نل، التلاتة دول نل. واضح؟ سهل بسيط. طب سؤال ذكي، تعرف تخلي الرايت كأنه يشتغل زي الليفت؟ تعرف؟ بص يا بصراحة حلوة، يعني فكرتها حلوة، عادي بسيط. اعكس دول بس مش اكتر، يعني هو ده خده كده هنا اهو، وخد ده كده اهو. بس هتعكس معاك، يعني يطبع لك نفس اللي احنا طبعناه في الاول، بس استخدمت رايت. ده نفس الناتج بتاع الليفت اهو. شايف؟ حط لك الاي دي والنيم كانت بناء. فاكر؟ بس هما كانوا معكوسين، يعني انت عارف ان الاي دي والنيم والديبارتمنت، وبقى كان عندنا كان الاي دي وبعدين النيم. كان هي نل ونل ب 103 و104. ليه؟ لان ده كان مربوط بنل اهو كاتفها، وده كان مربوط بخمسه اللي هي مش موجوده اصلا. تمام. فكده يعني الحمد لله خلصنا من الانر، خلصنا كمان من الليفت، خلصنا من الرايت. تعالى بقى للفول اوتر، اللي هو اخر توبك بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، واهم توبك يعني لحد ما. طيب هتعملها ازاي؟ انا قلت لك انت محتاج بس الليفت عشان تعمل ده كله. تمام، تعالى بس نرجعها عشان نخليها مظبوطه. اهو. انت محتاج الليفت او الرايت، هي ادي الليفت، محتاج الليفت ورايت مع بعض. يبقى دي اول سلكتايه. هنعمل سلكتايه تاني تحتي. تمام، هتخلي بس الليفت هتخليها رايت بيس، وتحط وسطيهم يونيون بس، وتحشي السيمي كولون دي. فيها حاجه تاني؟ مفيش اي حاجه تاني خالص. موضوع سهل بسيط، اتفه مما تتخيل. طب انا عايز اعرف شكل الاوتبوت هيكون ازاي. هو نفس الاتنين، الدمج بيدمج الاتنين مع بعض، الليفت والرايت. تمام، يعني بيبص من الناحيتين، بدل ما كان بيبص من ناحية لا بيبص من الناحيتين. اهم حاجة ان هينزل كله من الاخر. تعال نرن ونشوف. ادي او من اول السلكت لحد اخر السلكتات التانية اهو رننا، هيظهر لك كل حاجة. تعال نسحبها لفوق بس عشان تبقى واضحة لك برضو اهو. جاب لك ال 103 103 و104 وما كانش ليهم حاجة، صح؟ طب فاكر الماركتنج والفاينانس؟ اهو 3 و4 وجابهم وبرضه ما لهمش حاجة. يعني اشبه بانه جمع ما بين الليفت والرايت، وفعلا احنا عملنا كده. هي دي فكرة الفول اوتر. طبعا في امثله وافكار كتير، يعني ان شاء الله نحاول نحلها مع بعضنا في الفيديو الجاي، او احاول ان شاء الله اجيب لي العملي هيتلمع، يعني اجمع الدنيا بخصوص الجوين واظبطها، وان شاء الله ينزل فيديو كده نحل فيه. بس هو الفكره الفيديو بيطول، يعني الفيديو بيطول جامد مني. اللي هو انت دلوقتي 19 دقيقه، ويعني يكون في علمك برضو الفيديو مش 19 دقيقة زي ما انت متخيل. اي نعم ممكن يكون قدامك انت فعلا 19 دقيقة، انت دلوقتي عند 19 دقيقة وواحد 22 ثانية. بس هو فعلا انا عايز اقول لك ان الفيديو ده انا عدته اكتر من مرة، حرفيا عدته اكتر من مرة لاسباب كتيرة. من ضمنها مثلا اللي بيعدي في الشارع اللي هو بتاع بيكر وبيكيا ده حوار تاني لوحده. فيعني وغير الدوشة اللي ساعات بتحصل، فيمكن الحاجات دي هي اللي بتعيقني ان انا اعمل الفيديو ان هو يكون طويل. تمام، لان لو حصل حاجة زي كده بضطر اعيد الفيديو تاني من الاول. وبس، يعني ده كان محتوى الفيديو. اسف لو طولت عليكم، واتمنى ان انت يعني ما تنساش اكيد اللايك كمان.
لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، بقولها تاني ما تنساش اللايك لانك كده بيشجعني جامد. كمان ما تنساش تشترك، ان شاء الله اكيد هتكون مشترك يعني. سلام.